السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة من على خطى الحبيب. هنتكلم النهاردة عن عبادة عجيبة جدا، لو عملناها هتكون سبب في تحقيق اننا نحافظ على اللي موجود عندنا ويجيلنا كمان الحاجات اللي ناقصانا كلها. العبادة دي هي الحافظة الجالبة، عبادة بتكون سبب في حفظ اللي عندنا وكمان هي بتكون سبب في الزيادة. العبادة دي هي قيد للموجود وصيد للمفقود، يعني اللي عندنا ربنا يحافظ لنا عليه، وكمان هتزود من الحاجات اللي لسه مش معانا، واكيد طبعا كلنا عايزين كده. بس العجيب انه قليل جدا اللي بيعمل العبادة دي، وهي عبادة الشكر، شكر النعم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، واللام هنا لام قسم والنون نون توكيد. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وقليل من عبادي الشكور. وربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل قرية كانت بيجيلها رزق من كل أنواع الرزق، أموال وطعام وكل ما لذ وطاب، نعم كتيرة جدا، ولكن كلها راحت منهم. عارفين ليه؟ لأنهم كفروا بنعمة ربنا سبحانه وتعالى، والكفر هنا كفر بالنعمة مش كفر الملة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. طيب ربنا عمل معاهم ايه؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. طب احنا لما نسمع الكلام ده نعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بعدها بآية على طول قال: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. كتير مننا فعلا بيفقد نعم كانت عنده. ليه؟ لأننا نسينا إن احنا نشكر ربنا عليها، ما شكرناش ربنا. فلازم كلنا نحقق العبادة دي وندعي ربنا دايما إن هو يجعلنا من هذا القليل، وقليل من عبادي الشكور. وهنا هنقول جملة من أخطر الجمل اللي ممكن نسمعها في حياتنا، وهي إن الإنسان لو ترك الشكر وقع في الكفر. مفيش بديل للشكر غير الكفر، وهنا القصد مش كفر الملة، نقصد الكفر بالنعمة. لو تركنا شكر النعمة وقعنا في كفر النعمة، وده مش كلامي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى لما قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. مفيش حاجة في النص. وعشان كده قال سبحانه وتعالى: واشكروا لي، بعدها على طول قال: ولا تكفرون، يعني واضحة. وعشان كده إبليس فاهم الحكاية دي كويس جدا جدا، إن إحنا لو تركنا شكر النعمة هنقع في الكفر بيها، والكفر ده بيودينا مكان يعني أعوذ بالله. ده كمان إبليس عنده استعداد كامل تام إن هو يجيلنا من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. ليه؟ كل ده ليه؟ عشان بس ما نشكرش ربنا. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث اللي كان دار بينه وبين إبليس، هقول يعني المختصر الجزء الأخير من الآية: قال انظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. شوفوا بقى إبليس قال إيه؟ قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. شفت عايز يعمل إيه؟ كتير مننا بجد نايمين في العسل وعندنا غيبوبة عن نعمة الشكر، إلا من رحم ربي طبعا. نسأل الله سبحانه وتعالى إن هو ما يحرمناش أبدا من النعمة دي، قولوا أمين، وإن هو يرزقنا عبادة الشكر. لكن بجد احنا محتاجين معونة ربنا فيها قوي. وهنحاول نقول طريقتين لشكر ربنا. أول واحدة إن احنا نكون متيقنين إن النعمة دي من عند ربنا. هتقولي طبعا ما احنا عارفين، طبعا يعني أكيد. لا والله ما احنا عارفين. احنا أبسط موقف بنشوفه في حياتنا لما يكون مثلا حد دابح وبعت كيس لحمة لفلان، فراح الشخص ده طالع يجري على الراجل اللي بعت له ألف شكر وشكرا وما تحرمش ومش عارف ايه. بتحصل طبعا كتير وبنشوفها في حياتنا كتير. والأكيد ان هو طبعا أصلا أكيد ان هو نسى ان هو يشكر ربنا.
تمام. وان احنا كمان كل يوم الصبح لازم نقول الذكر والدعاء الجميل ده: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. وبالليل برضو هنقول نفس الكلام: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. وربنا طبعا سبحانه وتعالى بيقول: وما بكم من نعمة فمن الله. واحكي لكم قصة جميلة جدا عن سيدنا موسى عليه السلام. كان في مرة قاعد كده بيبص على ايده، على شعر ايده، فمسك شعراية كده وعمال يحركها يمين وشمال. بعد كده بص للسماء وقال: يا رب كيف أشكرك ولك في كل شعرة نعمتان، أنت طمست رأسها ولينت أصلها. يعني ايه الجمال ده؟ طبعا ابسط مثال يعني بمناسبة القصة الجميلة ديت، احنا مثلا عندنا شعر الراس مثلا والرموش. سبحان الله، سواء كان راجل او ست، شعر النوع ده من الشعر، شعر راسنا بيطول سواء كان كده او كده، ايا كان بقى راجل او ست بيطول، ولو قصناه هيطول تاني. لكن الرموش هي بتوصل لطول معين، او نوع شعر الرموش بيوصل لطول معين وبيقف، ربنا بيأمرها ان هي بتقف عند الطول ده. تخيلوا لو كان بيطول ما كناش اصلا هنعرف يعني اساسا نفتح عينينا. يعني سبحان الله، ده كده تأمل بسيط يعني، ده حاجة كده. طيب الطريقة التانية ان احنا ناخد رحلة كده ممتعة شيقة في كل نعمة عندنا. يعني مثلا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، ان اصلا وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كل خلية في جسم الانسان بتتجدد، دي طبعا معلومة اكيد كلنا عارفينها، ما عدا حاجة واحدة وهي المخ. المخ ده الوحيد اللي الخلايا بتاعته عمرها ما تتجدد ابدا ابدا، ودي نعمة كبيرة جدا. عارفين ليه؟ لان هي لو اتجددت هنفقد جزء كبير جدا من المعلومات اللي عندنا. ده احنا ممكن نتحول لانسان جديد كل 6 شهور، وده كلام علماء ودكاترة تقدروا ان انتوا تبحثوا في الموضوع ده. انتوا متخيلين؟ فطبعا طول ما احنا ماشيين على رجلينا وكويسين لازم نشكر ربنا ونقول بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لازم نتأمل ونشكر ربنا على كل نعمة عندنا. وكمان عايزة أقول لكم معلومة: إن العبد الأكثر عبادة هو الأكثر شكرا، أشكرهم أعبدهم. يعني كل ما نزود في العبادات بتاعتنا كل ما احنا كده بنزود شكر لربنا سبحانه وتعالى. يا رب أكون وصلت لكم المعلومة بطريقة سهلة مبسطة. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من على خطى الحبيب، واستنوني إن شاء الله في حلقة جديدة.